لما الأميرة تشولابهورن أخت ملك تايلاند قررت تتجوز حارسها الشخصي، الموضوع بقى فضيحة كبيرة. أهلها الملك والملكة كانوا معارضين الجوازة دي بشدة، بس تشولابهورن رفضت تستسلم، وفي الآخر اتجوزوا فعلاً. في الأول قصتهم كانت شبه الحكايات الخيالية، لكن اللي حصل جوا الجوازة دي بعد كده صدم بلد كاملة. طيب إيه اللي كان لازم الأميرة تشولابهورن تتحمله؟ ليه في الآخر قررت ترفع قضية طلاق؟ وحياتها دلوقتي شكلها عامل إزاي؟ اتفرج على الفيديو كامل علشان تعرف. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ. لما أغلب الناس بيفكروا في العائلة الملكية التايلاندية بيجي في بالهم اسم واحد على طول: الملك مها فاجيرالونجكورن، المعروف باسم راما العاشر. على مر السنين حياته ارتبطت بعدد كبير من الفضائح والجدل، وده خلاه دايماً تحت أنظار الإعلام والجمهور. لكن أخته الصغيرة تشولابهورن غالباً الناس بتشوفها بشكل مختلف تماماً. هي محبوبة في كل أنحاء تايلاند، ومعروفة إنها ست كرست جزءاً كبير من حياتها لخدمة الشعب التايلاندي. لكن ورا الصورة دي في حياة مليانة ألم وكسرة قلب أكتر بكتير من اللي الناس ممكن تتخيله. الأميرة تشولابهورن اتولدت يوم 4 يوليو 1957 في بانكوك، وهي أصغر بنات الملك بوميبول أدولياديغ والملكة سيركت. من وهي صغيرة جداً واجهت مشاكل صحية خطيرة. اتشخصت بمرض الهيموفيليا الخلقية، وده اضطراب خطير في الدم بيخلي أي إصابة تبقى خطيرة جداً. وكمان كانت بتعاني من شلل شديد في الوجه، وبعض عضلات وشها ما كانتش تحت سيطرتها، وكانوا بيعتقدوا إنه الحالات دي سببها القرابة القريبة بين أهلها، لأنهم كانوا قرايب من بعيد. وكمان تقريباً ما كانش ليها أصحاب وهي صغيرة. مع إنها كانت أميرة، ما فيش ولا طفل كان عايز يلعب معها. رغم كده الأميرة تشولابهورن كانت متفوقة جداً في دراستها، ودائماً كانت من الأوائل في فصلها. بعد ما تخرجت من جامعة كاساتسارت سنة 1979 بدرجة بكالوريوس في الكيمياء العضوية مع أعلى مرتبة شرف، كملت دراستها في جامعة ماهيدول اللي تعتبر واحدة من أرقى مؤسسات البحث العلمي في تايلاند. سنة 1985 حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء. كانت أول أميرة في تاريخ العائلة الملكية التايلاندية تحصل على درجة الدكتوراه. رغم إنجازاتها الكتير، كان في جزء من حياتها فاضي بشكل مؤلم، وهو الحب. بسبب حالتها الصحية الوراثية، كتير من النبلاء اترددوا إنهم يرتبطوا بها، وكانت بتعاني عشان تلاقي حد يختارها عشان هي على طبيعتها. وفي الآخر قابلت رجل اسمه فيرايو تيتشياسارين. هو ما كانش نبيل، كان من عامة الشعب. بعض التقارير بتقول إنه كان ضابط في القوات الجوية الملكية التايلاندية، وإنهم اتقابلوا أثناء محاضرة. وتقارير تانية بتقول إنه كان عضو في الحرس الملكي بتاعها. مهما كانت الظروف بالضبط، الأميرة وقعت في حبه جداً، وعلاقتهم اتطورت بسرعة، وفي الآخر قرروا يتجوزوا. لكن الجوازة دي واجهت معارضة من أهلها، الملك بوميبول أدولياديغ والملكة سيريكت. وبعد كده اتكشف إن فيرايوت كان متجوز قبل كده. المفاجأة إنه الأميرة ما اهتمتش، وكانت مستعدة تستنى لحد ما يطلق مراته ويجي لها. وفي النهاية فيرايوت عمل كده. الملك بوميبول رغم تحفظاته ورغم الفروق في الرتبة والخلفية بارك الجوازة. وكمان عمل أكتر من كده. لما عرف إنه العادات الملكية التايلاندية بتطلب من الأميرة لتتجوز واحد من عامة الشعب تتنازل عن لقبها الملكي، كسر القاعدة دي تماماً. أدى لبنته الصغيرة إذن خاص إنها تحتفظ بلقبها وامتيازاتها الملكية حتى بعد الجواز. في 7 يناير 1982 الأميرة شولابهورن اتجوزت فيرايوت في احتفال رائع في القصر الكبير في بانكوك. شولابهورن لبست قماش بروكيد ذهبي مبطن بحرير برتقالي غامق. فيرايوت لبس بدلة الضابة البيضاء بتاعته. في السنين الأولى من جوازهم الزوجين كانوا باين عليهم السعادة. في أكتوبر 1982 استقبلوا بنتهم الأولى الأميرة ريبا. بعد سنتين في 1984 اتولدت بنتهم الثانية الأميرة ديدا. ومع مرور الوقت بدأ الجواز ينهار حسب ما اتقال. كانوا بيقولوا إنه تشولابهورن وفيرايف كانوا بيتخانقوا تقريباً كل يوم، بسبب إن فيرايف كان تعليمه محدود، في حين إنه تشولابهورن كانت ست متعلمة جداً ومن طبقة راقية.
الاتنين كان عندهم آراء مختلفة في مواضيع كتير، وبدأت الخلافات على الحاجات اليومية تبقى متكررة. بيقولوا كمان إنه شخصية فيرا فيرايد اتغيرت مع الوقت. كان فاكر إن جوازه من العيلة الملكية هيخليه يكسب رضا الملك ويساعده يتقدم بسرعة في شغله الرسمي، لكن بعد الجواز شغله ما تغيرش كتير زي ما هو كان متوقع. غير إنه كان بيتقله بكل احترام الأمير القرين من موظفين القصر. الجواز ما جابش له فايدة عملية كبيرة. بعد فترة طويلة من الإحباط، فيرايود بدأ يتصرف بعنف وقت الخلافات، وكانوا بيقولوا كمان إنه كان بيقضي ليالي برا البيت يدور على التسلية. ولما الأميرة شولبهورن اشتكت من تصرفاته اعتدى عليها جسدياً. الأميرة شولبهورن استحملت الصعوبات دي لسنين وحاولت كتير تحافظ على الجواز، بس في النهاية ما قدرتش ترجع العلاقة زي الأول. وهي مكسورة القلب اختارت تطلق فيرا فيرايود وتربي بناتها الاثنين لوحدها. في أكتوبر 1996 في مقابلة مصورة اتذاعت على التلفزيون الوطني قالت الحقيقة: إحنا فعلاً ما ينفعش نكمل مع بعض تاني. هو عصبي وما بيحاولش يفهم، وأكتر حاجة هو بيستخدم العنف الجسدي. أنا دايماً حاولت أصالحه، بس لما الموضوع وصل للعنف الجسدي ما قدرناش نكمل مع بعض. العلاقة دي سببت ألم كبير لشولبهورن. هي ما قدرتش تتعافى من الصدمة النفسية لفترة طويلة بعد الطلاق. بعد عدة سنين قابلت تشاي سورن لاتشارون كول، أستاذ الكيمياء في جامعة تشولا لونغي كورن. على عكس علاقتها السابقة، العلاقة دي كانت مبنية على اهتمامات مشتركة، ولفترة ناس كتير افتكروها إنها كانت بين أسعد وبتبتسم أكتر. ومع ذلك القدر كان واضح إنه مصمم يفضل يختبر شولبهورن. بعد فترة من الرومانسية الشديدة، الأستاذ اختفى فجأة من حياتها من غير أي إنذار، واتضح بعدين إنه بقى راهب. رغم كسرة القلب اللي مرت بيها، الأميرة شولبهورن ما سمحتش للألم الشخصي إنه يحدد باقي حياتها، وبدل كده كرست نفسها لخدمة شعب تايلاند. أسست مؤسسة شولبهورن بهدف تحسين جودة الحياة من خلال العلم والتكنولوجيا. بعد ما لاحظت ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان في تايلاند، ساعدت كمان في تأسيس مركز لأبحاث وعلاج السرطان لدعم البحث الطبي وتحسين وصول المرضى للرعاية. على مر السنين، الأميرة شولبهورن واجهت عدة مشاكل صحية خطيرة، منها الذئبة الحمراء الجهازية، ودي مرض مناعي ذاتي ممكن يأثر على أجزاء كتير من الجسم. ومع تدهور صحتها، حركتها بقت محدودة أكتر وأكتر. النهاردة وهي عندها 69 سنة بتعتمد على كرسي متحرك عشان تتحرك، وبتحتاج مساعدة لما تمشي. رغم التحديات دي، فضلت تزور العشوائيات ودور الرعاية في تايلاند، وبتتبرع بالفلوس والحاجات للناس المحتاجة، وبتقدم الدعم لعدد كبير من الناس. شغلها ساعد ناس كتير في تايلاند يرجع لهم الأمل والشجاعة في الظروف الصعبة. بعد طلاق جوزها السابق، بدأ فصل جديد في حياته. السجلات العامة بتوضح إنه تجوز داني سنة 1997، وبعد كده انتقل لفرجينيا في الولايات المتحدة، وهناك بيدير مطعم تايلاندي. كمان بيتقال إنه محافظ على علاقة كويسة مع بنتيه الاثنين. قصة الأميرة شولبهورن بتفكرنا إنه المعاناة والألم وكسرة القلب مش لازم يحددوا حياة الإنسان كلها. اللي غالباً بيكون مهم أكتر هو إزاي الشخص بيرد على التحديات دي وبيختار يكمل حياته. أنت موافق؟ شاركنا رأيك في التعليقات. وكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايز تشوف فيديوهات تانية زيه، ما تنساش تدوس لايك تحت تقديراً. ولو لسه ما اشتركتش، أكيد هتحب تشترك. اشترك في قناتي وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك إشعار أول ما أنزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفك في الفيديو الجاي.